السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى الجميع تكونوا بصحة وعافية. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ وتدابير. راح نحضروا طعام أو كسكس بطريقة الأعراس بكمية صغيرة. نحتاج في هذه الوصفة لحم حسب أفراد العائلة. هي من البصل مقطع أطراف صغار أو مربعات صغيرة. واحدة أخرى مسكرفجة، ملح، زيت، راس الحانوت، ليزيبيس، وطماطم مصبرة. هنا عندنا فلفل أحمر حار وحلو، كزبر، طماطم مصبرة، ملح أكيد حسب الحاجة. هنا راس الحانوت إذا عندك لفاح الفواح يكون أفضل. قليل من السكر، 2 فصوص ثوم، 3 أو 4 ملاعق زيت، وكاس ماء باش نحلو به الخليط واللحم نتاعنا بهذاك الدوزان كامل كما راكم تشوفوا. نحطوا القليل من الماء ندخلوا مليح الدوزان تاعنا في اللحمة كما راكم تشوفوا. نحاول نغلف جميع الأطراف. ندير قليل من الماء في الكيكوطة تاعي ونحط الأطراف نتاع اللحم ونحط على نار في البداية تكون قاوية. ونحط البصلة نتاعي كما راكم تشوفوا. نحط الكيكوطة على النار في البداية كما راكم تشوفوا فيها راها قاوية. نحط البصل المقطع قطع صغيرة تبتدي، والبصلة هذيك المسكرفجة نشوف في عجوزي يديرها. هي قلت أنا ثاني عليه، هي بصلة مرحية عجوزي يدقها في المهراس. هيا أنا قلت نرحيها برك كيما هكذا ونديرها. حاولت أنني نعطي لكم طريقة العراس لكن بكمية قليلة كيما هكذا. نخليو اللحم نتاعنا يتقلى مليح مليح حتى يطلق الماء نتاعو يطلق لاصوص. وفي جهة واحدة أخرى راني نسخن الماء ونمرق بماء سخون كيما راكم تشوفوا. ونغلق على لاكوكوت نتاعي ونخلي اللحمة نتاعي طيب كل واحد ولحمته إذا كانت طيبة ما تطولش. المهم أنا دات لي حوالي ساعة تاع طياب. وعندي هاد البصلة هذه نقطعها جوانح كيما نتاع الشكشوكة ونحطها في المرميطة. نديرها شوية نتاع الزيت، شوية نتاع نملحها بشوية سكر وشوية ملح والقليل من الكزبر اليابس. هنا حطيت الزبدة وشوية نتاع الشحمة، كزبر اليابس، وشوية فلفل احمر على جال اللون برك. نخلي البصلة تاعي طيب كما راكم تشوفوا. نخليها على جهة نخليها طيب كيما راكم تشوفوا كيما هاك. وهنا بعد ما طابت اللحمة راح نحيها نحيها من المرق ونصفي المرقة تاعي. شوفوا نحي اللحمة تاعي كامل من الكيكوطة. بعد تبقى لي المرقة وحدها ونصفيها في صفاية ولا في كسكاس. وانتي تصفي فيها ما تخلطيش بزاف هذيك البصلة باه ما تترحالكش وتهبط لك مع المرقة تعطيك قوة ماهوش مليح. بعد ما نصفيها نحط لها الحمص اللي شفناه في البداية والبصلة اللي كنا طيبناها مع بعض. هكذا المرقة تاعي تكون وجدت. نمر مباشرة للطعام. هنايا نغسله مليح، نضيف له القليل من الملح ونخليه يفور الفورة الأولى. بعد ما فار ندير له الماء. أنا هنا ندير له كاس بكاس، يعني كاس طعام بكاس ماء. هنا عندي زبيب نغسلو نفورو. بعد ما طاب الزبيب وفارت البربوشة للمرة الثانية حطيت لها شوية نتاع الزبدة وخلطت معها هذاك الزبيب كما راكم تشوفوا. اللي ما يحبش الزبيب ما يخلطش عفوا ما يديرش.
وهنا المرقة نتاعي طابت ما شاء الله، تسخف. وهاو الطعام نتاعنا بعد ما وجد وحطيناه في الطبسي دريسيناه مع اللحمة. نتمنى ينال إعجابكم، وإذا جربتوا الوصفة وعجبتكم نتمنى تخليوا لي آراءكم في التعليقات. سلام.